عسلامة ومرحبا بكم. قلت اليوم نبارطاجي معاكم غوسيت ياسر ياسر بنينة تصلح على الاخر في رمضان. حويجة مالحة وبحجم عائلي وخفيفة تعمل كيف نجم نعوضوا بها البريك والا طاجين باش نوعوا شوية وما ندخلوش في ذاك الروتين متاع التطيب. عاد اول حاجة باش نحضروا العجينة متاعنا ونخليوها ترتاح. دونك باش نستحقوا بالضبط 600 غرام فرينة، عليهم بيضة، ملعقة اكل خميرة خبز، نصف كاس ماء دافي وكاس حليب دافي، نصف كاس زيت نباتي، ملعقة قهوة سكر للتخمير، والملح حسب الذوق. باش نخلطوا على اول الحاجات السائلة وبعدين باش نزيدوهم الفرينة. هذاك علاش باش نصب كاس الحليب، نص كاس ماء، السكر، الكمية متاع الخميرة، نحركهم مع بعضهم شوية ونخليهم يتفاعلوا مدة 10 دقائق. وبعدين باش نزيدوهم الزيت النباتي باش تبدا خفيفة وبنينة، بيضة، والملح. نركزوا كل شيء مع بعضه بالباهي بالباهي حتى لين المكونات الكل تتخلط. وفي المرحلة هذه نبداو نضيفوا في الفرينة ومن المستحسن نغربلوها قبل ما نزيدوها. راهو كالعادة فما فرينة تشرب وفما فرينة ما تشربش، انتم عينكم ميزانكم. انا راني استحقيت 600 غرام بالضبط. نبداو نلمدو فيها. الحاجة الباهية في الغوسات هذه اللي انا نشيخ عليها اللي العجنة ما تستحقش عجنين وتجي رطبة وقطنية تعمل كيف. تنجموا ديجا تستعملوها في برشا وصفات اخرين. حصيرو انه فوا تتلمد ندهنوها بالباهي بالباهي بالزيت باش ما تلصقش، ونغطيوها بحاجه ما تدخلش الهواء ونخليوها ترتاح تقريبا ساعه. من زمان كي تبدا الدنيا هكا دافيه شويه، كي تبدا الدنيا بارده نجم نحطوها حتى ساعه ونص والا حتى لين يضاعف الحجم نتاعها. ونتعداو توا باش نحضروا الحشو. باش نسحقوا بصلة مفرومة وأربعة وإلا 5 سنات ثوم مرحيين، فلفل أخضر مقصوص مكعبات صغار. أنا استعملت 2 قرون فلفل أخضر حلوين، واللحم مفروم وإلا الدجاج حتى بالدجاج تجي خفيفة تهبل. نصف ملعقة قهوة كركم ونصف ملعقة قهوة تابل وكروية، شوية فلفل أكحل وملح حسب الذوق. أول حاجة نصبوا زيت في البوال، نزيدوهم البصل والثوم نخليهم يتقليو شوية ونزيدوهم الفلفل. اون فوا بداو يتبلوا نحطوا كمية اللحم المفروم والا الدجاج، وباش اللحم يبدا مفرك نزيدوهم شوية ماء ونلحقوا عليهم الفاحات نتاعنا. نحطوا التابل الكروية، الكركم، الفلفل الاكحل والملح، ونخليو كل شيء يطيب مع بعضه من 15 ل 20 دقيقة حتى لين ينشف الماء. ونسمعوا هذيك التشتيشه المزيانه. وقتها باش نحط هكا شويه معدنوس مقصص بالصغير جوست نخلطو معاهم تو فيت في بطبيعته يتذبل ما فيه شروح. وقتها الحشو متاعنا يكون حضر ونهبطوه من على النار. ورجعت توا للبات متاعي بعد ما ضاعف الحجم متاعها. خذيت كميه من العجنه بعد ما رشيت البلون دو ترافاي بالفرينه باش نحلها توا بالقلقال بالباهي بالباهي ونخليوها جويده، ملزمهاش تكون خشينه. احنا الكل في الكل باش نستحقوا زوز طبقات، طبقه من الفوق وطبقه من اللوطه، وفي الوسط باش نحطوا الحشو. دونك على حليت الطبقه الاولى وحضرت الطبق اللي باش ندخلوه للفور. حطيت فيه بابي كويسون باش بعد كمان تلصقليش، وعندي زياده فخوماج كاري حبيت ندهنها بيه يزيد يبننها على الاخر. ما كاش اللي يحب يعوضه بالصوص والا بالهريسه، كل واحد بعديك يتفنن كيف ما يحب. وزدت فوقها كميه اللحم المفروم نطرحوه بطريقه متساويه على الجهات الكل. وزدت شخشقتها زاده بالفخوماج غابي اي نوع تحبوا عليه انتوما. نزيدو نغطيوها من الفوق بالطبقه الثانيه ونسكروا على الجناب بالباهي بالباهي باش بعديك ما يتحلولناش في الفور. نجموا زاد تقرصوا عليها بالفرشيطه اللي ما ينجمش يسكرها بالطريقه هذيك. زدت خططتها بالسكينه باش بعديك نحدد كل كعبه قداش كبرها، وكملت دهنتها بالحليب باش تعملنا هذيك الحموريه المزيانه. رشيتها بالجلجلان في الوسط والسينوج على جناب، وكملت زينتها بطريفات زيتون ودخلتها للفور على 180 درجة مدة 30 دقيقة. بعد ما سخنت الفور على 180 درجة، ما ندخلوهاش قبل ما يسخن الفور. وبعدين خرجتها ما شاء الله ما نحكي لكم على الريحه. غطيتها باش تبرد شويه وبعدين قصيتها قدامكم. بالحق ياسر ياسر بنينه وخفيفه وتبارك الله تشبع. حاسيلو نتمنى تجربوا الوصفه وتعطوني رايكم. هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو. وملتقانا في وصفات اخرى ان شاء الله. بسلامه، اتري بيانتو.